السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. الواقع النهاردة هزت المنطقة اللي حصلت فيها عادية من وجهة نظر الناس، كلها عادية، لكن مقارنة باللي بيحصل لا، مش عادية. اللي هي ايه؟ خالة الحاجة، زوجة وزوج وأمه عايشة معاهم، أو هو كان يعني ساكن مع أمه في نفس البيت. عنده 4 من الأخوات بره البيت، وبنتين متجوزين، كل واحدة متجوزة في حالها. والده مات من زمان، وأمه ست طيبة وكويسة وعايشة معاهم في البيت. جالها الزهايمر. كل الأحداث اللي بتحصل حوالينا مش زي الواقعة دي. الأم خدت ابنها على إنه زوجها. الواقعة دي الأم هنا خدت ابنها ده على إنه زوجها مش ابنها. بعد ما الزهايمر اتطور والأم نسيت نهائي، ابتدت تغير على ابنها. هي متخيلة زوجها، ان طلع عند مراته تزعج عليه، ان قعد في الشارع تغير عليه، لدرجة انه كان هو اللي بيسحمها، لدرجة انه هو لما كان يطلع عند زوجته فوق ولما مؤاخذة يدخل الحمام مثلا يستحمى او علشان امه ما تحسش، كان يحط بطانية تحت الدش، تحت المية، عشان ما تسمحش صوت الدش وهو بيستحمى. الام تعبت تعب شديد. الولد ما خلاش مراته تخدم امه. والله العظيم، مراته ما امتنعتش، مراته بنت اصول وجدع وكتفها بكتفه، ولكن قال لها لا، مش عايز حد يتأذى من امي، مش عايز حد يتأذى من امي. قسما بالله اللي بقوله كلام واقعي وحقيقي وحصل، يمكن في خلال 2 3 بالكتير 5 من 5 سنين. كان يسحمها، يقعد جنبها لما تاكل وتشرب وتروح في النوم، وما تنامش غير على صدره. والله يروح منايمها زي الأطفال ومغطيها ويتسحب من جنبها ويطلع فوق عند مراته. قبل ما تصحى كان يكون جنبها. أول ما يروح الشغل كانت تقف له على الباب وتسلم. عندها زهايمر عادية بس ناسية، لكن بصحتها تستناه وهو راجع من الشغل. ما بيقول لك الزهايمر ينسى الجديد، ما ينساش القديم. فكانت متعودة مع زوجها كده، فهي بتتعامل مع ابنها كده. جت الأم انصابت بمرض خطير، ربنا يعافينا ويعافيكم. يستعين بأخواته مثلا عشان برضو يخدموها؟ أبدا. هي تستغنى عنه؟ أبدا. فضل يعني معاها حتى في المرض بتاعها. طب فين اخواتك؟ لا، طالما أمي مرتاحة معايا أنا مش هقول لحد تعالى. طب اخواتك البنات الله يصلح حالهم وربنا يهدي سرهم في بيوتهم. طب مرادك تشيل معاك؟ لا، عشان ما تتأذاش من امي وفي يوم من الايام تعايرني وتقولني انا شلت امك. في حد كده؟ اتحداكم، في حد كده؟ ده جند المجهول اللي ما حدش يعرف عنه ولا اعلام ولا غير ولا غير. دي قصة واقعية من واقع حياتنا. لما تعبت التعب الخطير والشديد كان بينام تحت رجلها في المستشفى. اخواته ولا البنات اوصوا يروحوا كضيوف ويمشوا. جات الام تموت وخلاص بقى، مرض وعافانا الله وعافاكم. قعدت تدعي له يمكن 3 4 ساعات، مش لجوزها، لابنها. هتقولي لي تذكرت ازاي؟ هقول لكم معرفش. دعت لابنها وهي عندها زهايمر، لابنها مش لجوزها. احنا قلنا عايشة مع جوزها، لكن هي وهي بتموت بقت تدعي لابنها ده، اللي شايلها، اللي حاططها على راسه، اللي ما فرطش فيها. ماتت الأم.
ماتت الام. ربنا كرم الولد كرم ملوش نظير، بس للأسف ما كملش 3-4 شهور وهو رايح شغله بالصدفة، وهو الأسفة وهو رايح شغله كالعادة يا حبيبي، وراكب الميكروباص، يقوم الميكروباص يتجلب بيه. طبعا الميكروباص مليان ناس، يقوم الميكروباص يتجلب بيه، ما يموتش غيره هو بس، هو بس. المشكلة مش في كده كله، ده كله عادي. المهم أخدوه المستشفى، المهم كفنوه، بيغسلوه، لا مؤاخذة في الحتة دي أنا آسفة فيها. جا البيت وبيجي ما رضوش يغسلوه في مستشفيات ولا حاجة أبدا، خدوه بيته وبيجي يغسلوه والكلام ده كله. أقصى من اللي غسلوا إن الريحة بتاعته مسك. جسمه هو قعد ليلة كاملة في المستشفى وخرج وبيت في بيته، جسمه منشفش، جسمه منشفش، جسمه طري زي الملبن، ريحته حلوة. جم يدفنوه، ده حاجات انا متهيألي انا شعري وقف وانا بحكيها، شعر راسي وقف وانا بحكيها. جم يدفنوه، اللي نزل التربة اول واحد كان تقريبا ما بين المغرب والعشاء او حاجة زي كده، فبيقولوا له بيقولوا اللي فوق اديني كلوب او كشاف او حاجة زي كده. الراجل وهو نازل طبيعي يعني ان عايز اي حاجة. التربي لما نزل فبيقولوا له خد كشاف او كلوب، قال له مش محتاج لها، مش محتاج، جبره منور. جم يعدلوه على الجبل، عدل نفسه. كفاية ما تسيبش امك وابوك، ما تهملش امك وابوك لاخر لحظة في عمرهم. لو فيك صح شيل امك وابوك،